السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. وعيد مبارك سعيد للجميع، تعيدوا وتعاودوا بكل ما كتمنوا ان شاء الله. الله يفرحكم بوليداتكم وصحتكم ان شاء الله بكل ما كتمناو ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم طريقه تحضير القديد والكرداس بواحد الطريقه اللي رائعه جدا. واخا نعيا ما نشكروا لكم ما غاديش نوفيه حقه ان شاء الله. غادي تجربوه وتعرفوا علاش كنتكلم. يعني ناجح 100%. مستحيل انه يحشمكم الى طبقتوا الطريقه كيف ما غنديرها معكم في الفيديو. هذا العام هذا ان شاء الله المبتدئات، فهاد الفيديو الا تابعتوه حتى الاخير فان شاء الله غتستافدوا منه بزاف وبزاف. تعمدت انني نحط لكم الفيديو قبل عيد الاضحى هكا، باش في عيد الاضحى تكونوا واجدين هكا. اللي شاف الفيديو يعني غادي يعرف الطريقه، وكان خصوصا المبتدئات، حتى اللي من غير مبتدئات. فسبحان الله كل واحد والطريقه ديالو كيفاش كيصايب القديد والكرداس. هكا ناخذوا افكار من بعضياتنا وشحال من واحد كيصايبو ما كيجيش زوين وشحال من واحد ما كينجحش معاه. فهاد الطريقه ان شاء الله الا طبقتوها فغادي ينجح معكم وغيجي رائع جدا في المذاق ديالو. ناجح 100% على ضمانتي. غنشارك معكم جميع الاسرار ان شاء الله باش ينجح معكم. غير تابعوا الفيديو حتى الاخير وطبقوا الطريقه كيف ما غتشوفوها في الفيديو، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله انه ينال اعجابكم، والى عجبكم بحال هذا النوع ديال الفيديوهات فما تنساوش انكم تخليوها لي في التعاليق هكا باش نزيد نتشجع ونشارك معكم بحال هاد الفيديوهات ان شاء الله. يعني كنظن غتكونوا اول مره غتشوفوا هاد الطريقه هذه، راه ناجحه 100% وغادي تنجح معكم. وكذلك القديد حتى هو كيجي ناجح 100%. نتمنى انكم تجربوهم بهذه الطريقه هذه. اكيد الا طبقتوها غادي ينجح معكم القديد، وخصوصا الكرداس اللي بزاف ديال الناس ما كينجحش ليهم ما كيصدقش ليهم. فهاد الطريقه هذه 100% غادي تنجح معكم. بزاف ديال الناس كيصايبوا القديد وكيصايبوا الكرداس ولكن المذاق ديالهم ما كيجيش زوين. فهاد الطريقه هذه اكيد المذاق ديالو غيجي رائع جدا وناجح 100%. مستحيل انه ما ينجحش لكم الا طبقتوا هاد الطريقه هذه. كيف كتشوفوا معايا اول حاجه غنحضرها معكم هو الكرده عفوا القديد. بالنسبه للقديد اللي كنحتاجوا ليه الضلوع ديال الحاولي يعني ديال الخروف. كيف كتشوفوا معايا كنقسموا الضلعه على جوج وكنبداو نقطعوها طريفات بشكل طولي، يعني على حساب العظم ديال الضلعه. كنقطعوا اما جوج عظومه او عظم واحد على حساب نتوما بغيتو ديروا القديد كبير او لا صغير. انا هنا كنقطع كنمشي على كل عظم كنقطعو، يعني كندير كل بهذا الشكل هذا. كنقطع بشكل طولي، كنقطعو بالسكين في الاول، من بعد غادي نعاون بالمقده غنهرس بها العظم. كيف كتشوفوا معايا نتوما تقدروا ديروا اما تقطعوا يعني تاخذوا جوج عظومه ديال الضلعه وتقطعوا، او لا عظم واحد ديال الضلعه وتقطعوا على حساب الاختيار ديالكم. انا هنا غندير قديد اللي يكون صغير كان حسن باش كتحكموا فيه هكا اللي بغيتو طيبوا كتاخذوا الكميه اللي بغيتو. كيف كتشوفوا معايا كنحاولوا نقطعوا بشكل طولي وكنقطعوا بالمقده. وهنا اهم نقطه مهمه بزاف وهي انكم ولا بد من تستعملوا المقده باش كتهرسوا العظم مزيان. راه البنات راه ولا بد ان العظم يتهرس. بزاف ديال الناس كيقطعوا هكا طرفات ديال اللحم كيملحوه ولكن العظم ما كيهرسوش. راه الا ما تهرسش العظم سوا ديال الضلعه سوا هذاك الراس اللي تيكون كبير اللي فيه العظم ولا بد من يتهرسوا مزيان. خصوصا هذا الراس هذا الكبير هذا اللي كتشوفوا في الصوره ولا بد من يتهرس مزيان باش كتدخل ليه الملحه. واي طرف ديال اللحم كان في القديد خاصو يتفتح بواحد السكين اولا بالمقده ولا بد. يعني حتى الطرفه ديال اللحم كنحاولوا ندقدقوهم باش كتدخل ليهم الملحه ونتفاداو يعني اي حاجه يعني نتفاداوها. اكيد غادي ينجح معكم الا طبقتوا هذه الطريقه هذه. يعني كنحاولوا اننا نهرسوا العظومه مزيان يعني كنهرسوا العظم مزيان. وكذلك الا كان شي طرف كي قلت لكم ديال اللحم كنهرسوه بطريقه واضحه في الفيديو، يعني كنهرسوا مزيان. وحتى الطرف الا كان كبير ديال الشحمه فكناخذوا واحد
الموس اولا واحد السكين، وكنفتحوا داك الطرف ديال الشحمه ولا ديال اللحم، يعني كنفلحوه وكنفتحوه باش كتدخل ليه الملحه. وهذاك العظومه ديال الضلوع حتى هما كنحاولوا اننا يعني كنشققوهم، ماشي تنقطعوهم نهرسوهم، وانما تندقدقوهم وتنشقوهم كيف كتشوفوا بهذا الشكل هذا. وهذيك الطرف هذاك الراس ولا بد من نهرسوه مزيان باش تدخل ليه الملحه. هذا الراس كيف كتشوفوا معايا. وكنعاونوا حتى بواحد السكين ولا واحد الموس كنعاونوا به ونفلحوا مزيان باش كتدخل الملحه مزيان. من بعد كناخذوا واحد القصريه ولا واحد البانيو كبير على حساب نتوما الكميه اللي بغيتو ديال القديد، وكنبداو نملحوا. بالنسبه للملحه البنات كنديروا كميه كثيره، يعني ماشي معلقه ولا زوج، ولا يعني نقدروا نحتاجوا يعني باكيه ولا زوج على حساب الكميه اللي كتصايبوا ديال القديد. حتى من الدياله اللي بغى يقددها راه حتى هي كنشدوها كنقددوها مزيان، يعني كنهرسوها مزيان بمقده، وكنزيدوا هكا كنعاونوا بواحد السكين كنشققوا هذيك الشحمه مزيان، وحتى هي كتملح عادي جدا. هنايا كيف شفتوا معايا كنضيفوا الملحه، وعندي القزبر اليابس مطحون. اول حاجه يعني في البدايه كندير الملحه والقزبر اليابس مطحون. اللي بغى يخلي القزبر اليابس حتى الاخر ما كاينش مشكل، اللي بغى يستعملوا في هذه المرحله كيستعملوا بحالي انا هنايا. درنا الملحه والقزبر اليابس مطحون كيف كتشوفوا معايا الدياله، حيت كتكون هكا الا كانت سمينه كنحاولوا نفلحوها مزيان بواحد الموس، وكندخلوا فيها الملحه بيدينا، كتحاولوا تدخلوا فيها الملحه مزيان. وحتى القديد يعني كديروا كميه كثيره ديال الملحه، ما تخافوش منها نهائيا، كتعطيوه الملحه مزيان. حيت الا ما ملحتوش مزيان، حيت اصلا يعني غادي تفزق فاش غتبغيو طيبوه غتفزقوه غتغسلوه، يعني ما تخافوش من الملحه، غير عطيوه الملحه مزيان وما تخافوش منه. حيت الا ما دخلاتش ليه الملحه راه ما غينجحش معكم نهائيا. يعني راه ولا بد كتعطيوه الملحه كيف كتشوفوا معايا. بالنسبه للدياله فكنحاولوا ندخلوا ليها الملحه مزيان مزيان، حيت هي كتكون هكا سمينه وكتكون غليظه، يعني واخا نقطعوها وندقدقوها بالمقده خاصنا ندخلوا فيها الملحه مزيان مزيان. كنحاولوا ندخلوا لا في القديد ولا في الدياله، يعني كندخلوا الملحه مزيان كيف كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. كندخلوا الملحه مزيان مزيان وحنا كنشوفوا، وإلا خصاتنا الملحه نقدروا نزيدوها، راه ما كاينش مشكل. هنا كيف قلت لكم درت تقريبا واحد الطبسيل صغير ديال القزبر اليابس مطحون، وطبسيل كبير ديال الملحه. كيف كتشوفوا معايا الدياله بهذه الطريقه هذه كنفتحوها بواحد السكين، والعظم ولا بد ما يتهرس بالمقده باش كتدخل ليه الملحه وما يوقع عليه حتى شي حاجه، وتنجح معكم ما تشموا فيها لا ريحه لا حتى شي حاجه، بالعكس كيجي المذاق ديالها رائع جدا بكل صراحه. كيف كتشوفوا معايا راه درنا كميه كثيره ديال الملحه، ما تخافوش منها البنات، ديروا الملحه ما تخافوش منها. كنديروا الملحه والقزبر اليابس مطحون، وتنخليوه هاد القديد هذا يتوقد. مثلا الا صايبناه في الصباح تنخليوه يتوقد حتى الغد ليه، يعني مثلا الا صايبناه بحال اليوم كنخليوه يبات في هذيك الملحه. هنايا كيف كتشوفوا معايا ديال القزبر اليابس، راني كنزيد شويه القزبر اليابس. القزبر اليابس البنات مطحون راه ماده حافظه، وكيحافظ على القديد، كيحافظ عليه وكيعطيه مذاق زوين بزاف. هنا انا غادي نخليه نغطيه ونخليه في شي بلاصه اللي تكون بارده، يعني ما غاديش نحطوه في بلاصه اللي فيها الشمس، ولا يعني كنحطوه في بلاصه عادي جدا غير يكون في الظل. كنغطيه ونخليه يبات. من بعد ما بات البنات، بات ليله كامله اولا كيضل كيطلق لينا بزاف ديال الماء. من بعد ما كيطلق الماء فكنصفيوه في واحد الشبكه ونخليوه تيتسقطر. انا هنايا علقته في الحبل باش يتسقطر من هذاك الماء ديال الملحه اللي هبط منه. هاد المرحله هذه مهمه بزاف، اما كتنشفوه في واحد الشبكه ولا كتنشفوه تعلقوه هكا في شي حبل باش كينشف. علاش؟ حيت فاش كيطلق داك الماء تيكون فيه بحال الدم، بحال ما عرفتش كيفاش نوصل لكم الفكره. المهم هذاك الماء اللي كيطلق تتكون فيه واحد الريحه غير مرغوب فيها، يعني ماشي كيجي خاسر ولا شي حاجه نهائيا، وانما داك الماء اللي تيطلق يعني الا حيدتوه كتحصلوا على واحد القديد ناجح. اما الا خليتوه بداك الماء اللي فيه وزدتوا عليه التوابل وكملتو، فغادي يجيكم فاش غتجيو تاكلوا القديد ديالكم غتحسوا بحال فيه واحد ريحه الدم ولا واحد الريحه. يعني بزاف ديال الناس ما كيعيقوش بها، ولكن اللي كيدير بهذه الطريقه وكيحيد هذاك الماء راه غادي يحس بالفرق. المهم البنات انايا من بعد ما بات ليله كامله وطلق الماء،
فصفيته وعلقته في الحبل، خليته كل صراحه خليته حتى تسقطر مزيان مزيان، ماشي ولا بد تعلقوه في الحبل، وانما غير تخليه في واحد الشبكه حتى كيتسقطر مزيان مزيان. من بعد كنديرو في واحد البانيو ولا واحد القصريه، وكنزيد عليه هنايا راه شفتو في الفيديو راني زدت عليه القزبر اليابس مطحون، وزدت عليه السودانيه، وزدت عليه شويه ديال زيت المائده. تقدروا تزيدوا عليه الثومه بودره الا بغيتو، حتى هي زوينه. علاش درنا السودانيه؟ باش كتبعد عليه الحشرات. وزيت زيت المائده حتى هي يعني كتخلي كتبعد عليه الحشرات وكتحافظ عليه. اللي كنديروا نعاود لكم، بعد ما كيتسقطر مزيان كنزيدوا عليه زيت المائده، واحد الكميه هكا، واحد الحفينه على حساب شحال ديال القديد عندكم. زيت المائده والسودانيه وشويه ديال القزبر اليابس مطحون. هادشي اللي كنزيد. اللي بغى يزيد شويه د الخرقوم راه ممكن تزيدوه، ما كاينش مشكل. من بعد ما كنخلطوا مزيان هاد التوابل مع القديد، كنشروه في الشمس وكنخليوه حتى كيبس. الا كان الجو سخون بزاف بزاف راه 3 ايام كافيه، على حساب راه واخا تيكون سخون الحال تيبقى الجو، يعني كل منطقه، كاين المنطقه اللي تيبس فيها بسرعه، كاين المنطقه اللي كيتعطل فيها. يعني من 3 ايام حتى الاسبوع، حتى المهم ان 10 ايام تقريبا، راه 10 ايام كاع الا ما كانش سخون الحال بزاف، 10 ايام راه فيها الكفايه. المهم خليوه حتى كينشف مزيان. وبالنسبه لفاش كتنشروه في الحبل، فمثلا بالليل، حيت كيف كتعرفوا كيطيح الندا، خصو يتغطى ولا يتحيد من الحبل باش ما يطيحش عليه الندا. صافي، وكتخليوه يضل في الشمس النهار كامل حتى كينشف وكيقساح، ومن بعد كتخبيوه. بالنسبه للقديد، عفوا بالنسبه للكرداس، غنبدا نحضروا معكم هنايا. كيف كتشوفوا معايا هادو المصارن اللي تيعجبوه، انا بكل صراحه تيعجبوني. يعني كان المصارن اللي كنحيدو من الحولي، كنشدهم كنقلبهم وكنسلتهم. ما عرفتش كل واحد كيفاش كيدير الطريقه ديال التنظيف ديالهم. انا كنحيد منهم هذيك السلاته ولا شنو كيسميوها، كنحيدها بالثوم. الناس اللي كيعرفوا الثوم، انا كنسلتو بالثوم، كنقلبو كنسلتو بالثوم، كيجي يتنقى مزيان وبطريقه سهله. ان شاء الله الى كتاب ان شاء الله نشاركها معكم الطريقه ديال التنظيف ديالهم، واحد الطريقه اللي زوينه بزاف. من بعد هنايا انايا كناخذ هذوك المصاور اللي تيكونوا شويه غلاظ، كنضفرهم بهاد الطريقه البنات. هاد الطريقه زوينه بزاف، عرفتي كيجيو زوينين. وهنا راهم ملحتهم. بالنسبه لهذا الشيء ديال الكرداس، شنو راه نفس الطريقه ديال القديد، غير ما بغيتش نطول عليكم الفيديو بزاف. المهم البنات، كناخذوا هذوك الاحشاء ديال هذوك باش كنصايبوا الكرداس. يعني كناخذوا المصارن، كناخذوا الريه، كناخذوا داك المهم كل واحد شنو هذوك الاحشاء ديال الخروف، كل واحد شنو كيسميهم على حسب المنطقه. المهم هذاك الشيء اللي كيكون في الكرداس. الشحمه، يعني كل واحد شنو كيدير. كاين اللي كيدير حتى الكبده، حتى هي كتعجبني انا في الكرداس الكبده. المهم نتوما داكشي اللي بغيتو ديروا في الكرداس، يعني سواء يعني كتخلطوا شويه ديال الريه، شويه ديال الشحمه، شويه ديال الكبده، وشويه ديال الشكامبه ديك عفوا الشكامبه، الكرشه، ولا كل واحد شنو كيسميها. بقات كلشي بالنسبه للريه كنديرها بوحدها في واحد الاناء بوحدها، وكنملحها مزيان كيف ما ملحت القديد في الاول. درت فيه غير الملحه والقزبر اليابس. هذا الشيء كندير فيه غير الملحه بوحدو تنخليه يبات. من بعد ما كيبات فكنصفيه ونخليه يتسقطر. هنايا راه بيت هذا الشيء كله بيتو في الملحه، ولكن كل حاجه بوحدها. الريه مع كتطلق الدم كنديرها بوحديتها، والمصارن وداك الكرشه كنديرهم بوحدهم كيباتوا في الملحه. الصباح كنصفيهم من هذيك الملحه في واحد الشبكه، نخليهم يتسقطروا مزيان. مثلا يتسقطروا مزيان في العشيه، كنجي كندير لهم هاد التوابل. من بعد ما كيتسقطروا مزيان، هذه هي الريه اللي قلت لكم. بعد ما تسقطرات كيف شفتوا معايا، زدت عليها الخرقوم، زدت عليها السودانيه، وزدت عليها شويه ديال زيت الزيتون، عفوا زيت المائده، وزدت عليها القزبر اليابس مطحون. هادشي باش شرملت هاد الريه هادي. وراه كيف شفتوا معايا راه ناشفه من الماء، ما فيهاش الماء نهائيا. بيتها في الملحه حتى كتلق ليا الماء، وشديتها صفيتها في الشبكه. وهنايا راه مقطعه شويه ديال الكرشه، شويه ديال الشحمه، شويه ديال يعني الحيمات هكا. المهم داكشي اللي كيدار في الكرداس. دوك كل واحد شنو كيدير فيهم. بعد ما باتوا في الملحه وتصف يعني وصفيتهم في الشبكه، زدت عليهم السودانيه والخرقوم والقزبر اليابس مطحون.
زدت عليه غير هاد التوابل وشويه ديال زيت المائده، غير واحد الكميه قليله ديال زيت المائده حتى هي كتجي فيهم زوينه صافي. وغنحاول ندخل هاد التوابل مزيان مزيان في هاد الاحشاء هادو اولا هاد ما عرفتش شنو غادي نسميهم. المهم ان الطريقه نتمنى تكون واضحه لكم. راه يعني كلشي باين، كناخذوا الكرشه وكناخذوا هذاك العنقه ولا القرجوطه اللي كتكون فيها بحال القروش ما عرفتش شنو سميتها. المهم هذوك هما باش كنعمر انا الكرداس. اللي بغى يدير الكبده حتى هي ولكن نديرها بوحدها مع كتطلق الدم، اما يديرها مع الريه ولا بوحدها باش ما طلقش الدم في هذيك الشحمه وهذيك الكرشه. بالنسبه للكرشه وكاع هادشي اللي تيكون اللون ديالو هكا ابيض نزيدوا عليه الملحه ونحطوه في اناء بوحدو يبات. بالنسبه للحوايج اللي تيطلقوا الدم بحال الريه وبحال الكبده كنديروا لهم نقطعوهم، اكيد كلشي يكون مقطع، نسيت ما ذكرتش ولكن راه باينه كلشي يكون مقطع. كنملحوهم كنخليهم كل حاجه في اناء، الحوايج اللي تيطلقوا الدم بوحدهم، الحوايج اللي ما كيطلقوش الدم بوحدهم. من بعد ما كيباتوا في الملحه كلشي تيطلق الماء، كيطلقوا الماء كنصفيوهم داك الماء كنحطوه في واحد الشبكه حتى كيتسقطروا مزيان مزيان. من بعد في واحد البانيو كنشرملهم، كندير السودانيه، القزبر اليابس مطحون، الخرقوم فقط، هادشي اللي كندير، وشويه ديال زيت المائده. من بعد كيف معايا راني شرملت كل حاجه بوحديتها، شرملت الريه بوحدها وشرملت هادوك الاحشاء بوحدهم، وهذه الكرشه اللي خديتها اكيد تكون منقيه مزيان مقطعه. وكيف معايا من بعد ما طلقات ليا داك الماء فاش كتوقد في الملحه كتطلق الماء كنخليها حتى تسقطر مزيان من داك الماء ديال الملحه. كيف معايا راني نشرتها في الجناب ديال البانيو حتى تسقطرات ليا مزيان مزيان من هذاك الماء. وعاد زدت عليها التوابل اللي باينين توابل بساط، غير الخرقوم، القزبر اليابس مطحون والسودانيه وشويه ديال زيت المائده، راني عاودتهم لكم شحال من مره صافي. كنشرمل في هاد التوابل هادو. علاش كنسقطروهم؟ ولا بد البنات ما كل حاجه، مثلا الريه ما تخلطوهاش مع هادوك الشحمه وهادوك الطريفات ديال اللحم، اللي بغى يدير الطريفات ديال اللحم حتى هما كيجيو زوينين. الكبده المهم الحوايج اللي تيطلقوا الدم بحال الكبده والريه يداروا في الملحه بوحدهم، وداكشي الاخر كيدار بوحدو. بالنسبه للمصارن فما شرملتهمش باش غادي نعصم الكرداس كنديرهم بوحدهم. هنا البنات راني نشرت الكميه الاولى ديال القديد وهذيك الكميه الثانيه ديال القديد. هنايا من بعد ما كنشرملهم فكنعاود من جديد كنخليهم يتسقطروا مزيان. كيف شفتوا معايا راني خليتهم نشرتهم في الجناب ديال البانيو في الشبايك وخليتهم حتى نشفوا من الماء، ماشي تيقساحوا وانما تينشفوا من هذيك العطريه، تينشفوا بهذه الطريقه. هذه راه بزاف الناس ما كيديروهاش، يعني كنشف كلشي كنشفوا بوحدو. كيف شفتوا معايا راه كلشي ناشف، الطريفات ديال اللحم، الطريفات ديال الريه، كلشي ناشف. من بعد فوق واحد الطبله كنوزع هذوك الطريفات ديال الكرشه، وكل طرف كنحط فيه شويه ديال الكبده، شويه ديال الريه ولا مصيرنات ولا الحكيمه ولا اللي عندكم صافي، وكنجمعوهم. وكلشي راه كيعرف يعصم الكرداس، كنعقدوهم هكا وكنجمعوهم وكنشروهم في الحبل حتى ينشفوا مزيان. واصلا راهم ناشفين غير كيزيدوا يشدوا راسهم مزيان. هاد الطريقه هذه راه ناجحه تقريبا، غتكونوا اول مره شفتوا طريقه الكرداس هذه اللي درت معكم. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه ولو القليل جدا. بالنسبه لهاد الطريقه اللي درت معكم ديال الكرداس راه مهمه بزاف، حيت بزاف ديال الناس ما كينجحش ليهم، ولكن لا طبقتوا هاد الطريقه يعني كتملحوا كلشي كيتملح مزيان وكتخليوه يبات حتى كيطلق الماء صافي. كتوز كل حاجه بوحدها كتشرمل، كتخليوهم ينشفوا، عاد كتجمعوا الكرداس ديالكم. هاد طريقه ناجحه 100%، كنتمنى انكم تجربوها، ان شاء الله غتنال اعجابكم. والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.